اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفكيك. في ناس لما بتغلط بتختفي، وفي ناس تانية لما بتغلط بتفاجئك ان هي بتتحول لابطال. عندنا احنا في التاريخ المسيحي عندنا شخصيه مليانه تناقضات، فيها من الشجاعه والخوف، الحب والانكار والخيانه في نفس الوقت. وامهر حاجتين كانوا عنده صيد السمك وصيد الناس. لا ما تقولش تتكلم عن الفنان عمرو سعد؟ اكيد لا يا ظريف، مش صيد الناس ده. لا، بتكلم عنه هو شخصيه بطرس الرسول. النهارده هنفكك شخصيه بطرس الرسول ونعرف كل حاجه عنه من اول ما اتولد لحد ما اتصلب ونكس الراس. مين هو وازاي انكر المسيح، ونعرف كل حاجه من تحوله من مجرد بطرس او سمعان ابن يونا لبطرس او الصخره اللي اتبنت عليها الكنيسه. بطرس قبل ما يكون اسمه بطرس كان اسمه سمعان. اتولد في مدينة بيت صيدا على ضفاف بحر الجليل اللي هي حاليا بحيرة طبرية شمال فلسطين. هو يهودي من خلفية متدينة تقليدية، وبينتمي لعائلة بسيطة جدا بتعمل في حرفة صيد السمك. اسم بقى سمعان باللغة العبرية هو شمعون، ومعناه السامع، برغم ان السيد المسيح بعد كده هيغير اسمه من سمعان إلى بطرس باللغة اليونانية، واللي معناها باللغة العربية هي الصخرة، ومعناها باللغة الأرامية كيفا أو كيفا أيهم أقرب بقى. سمعان كان ليه أخ وهو اندراوس الرسول. اندراوس هو أول من التقى بالسيد المسيح، وكان من تلاميذ يوحنا المعمدان. كمان هو اللي قدم سمعان اصلا للسيد المسيح. كمان مذكور ان سمعان كان متزوج، والدليل على كلامي هو ان اتذكر في الانجيل ان السيد المسيح شاف حماته. كمان كان عايش في كفر النحوم، وهي مدينه صغيره على الساحل الشمالي للبحيره، وهناك كان بيمارس احسن حاجه كان بيعملها في حياته، وهي الصيد، اللي بالمناسبه هيصبح اشهر صياد في تاريخ البشريه كلها. الراجل ده ما سابش حاجه غير لما اصطادها، سمك ونفوس من ده ومن ده هتلاقي. في يوم من الايام بطرس واخوه اندراوس كانوا بيصطادوا بشكل عادي جدا، فيجي لهم السيد المسيح ويقول لهم هلم ورائي فاجعلكما صيادين ناس، في متى 4:19. في اللحظه دي بطرس بيرمي كل حاجه وراه، المركب بالشباك بالناس اللي كانت على المركب، ويروح يتبع السيد المسيح. وده كان طبعا بعد المعجزه المشهوره جدا في الانجيل المقدس، لما السيد المسيح قال لبطرس او سمعان القي الشبكه ساعه معجزه الصيد. في اللحظه دي بقى بتبدا رحله بطرس الرسول كواحد من ال 12 تلميذ اللي اختارهم السيد المسيح عشان يكرزوا في الارض كلها، واللي في الواقع بيعتبر بطرس الرسول هو اكتر واحد بارز او ظاهر في التلاميذ كلها. بطرس الرسول شخصيته مليانه بكل شيء زي ما قلنا في اول الحلقه. كان سريع الحماس وصريح وعصبي، وتلاقيه كمان في بعض الاوقات كان عفوي، مع ذلك قلبه كان مليان ايمان. ولكن بعض تصرفاته كانت بتبان متخبطه الى حد ما، لانه كان سريع وعصبيه بشكل كبير قوي. كمان بطرس هو اول واحد اعترف بلاهوت السيد المسيح وسط التلاميذ كلهم، لما قال له كده انت هو المسيح ابن الله الحي في متى 16:16. السيد المسيح بيمدحه وقتها وبيقول له انت بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. وساعتها بقى بيتحول اسم سمعان من سمعان ابن يونا لبطرس. ولكن بقى نيجي للحته بقى دي بتاعت بطرس اللي بيحبها قوي، ان هو كان كل شيء وعكسه، لان بعدها بلحظات بالظبط بيتكلم عن المسيح وبينكر او ما بيكونش مستعد لفكره صلب السيد المسيح، وبيقول له اللي هو لا، يعني إنه ازاي المسيح بنفسه يتصلب، عشان يرد عليه يسوع المسيح ويقول له اذهب عني يا شيطان. التناقض ده هيفضل مستمر طيله حياه بطرس من اول ما اتولد لحد ما اتصلب ونكس الراس. هو على طول كان عنده كل شيء وعكسه كده، ولكن ده عمره ما قلل من محبته للسيد المسيح. كنا في متى 16، نرجع بقى شويه لمتى 14، وفي أشهر حادثة أو من الحوادث الشهيرة اللي موجودة في الإنجيل المقدس، وهي حادثة ومعجزة المشي على الماء. التلميذ وقتها بيشوفوا السيد المسيح ماشي على المية وجاي لهم في وقت العاصفة اللي حصلت ليهم وهم على المركب. بطرس وقتها بيطلب من السيد المسيح إن يمشي زيه على المية. وقتها فعلا بطرس بينزل وبيمشي على المية، ولكن بيفضل باصص للسيد المسيح. طول ما هو باصص للسيد المسيح مكمل ومكمل، ووقت ما بص على المية وبص للرياح والعاصفة خاف ووقع وقتها، وطلب من السيد المسيح وقال له انجدني يا رب او انقذني يا رب. ساعتها يسوع بيمد ايده جوه الميه ويطلع بطرس من الغرق. رمزيه المشهد ده هو بيقول لك ان ايمان بطرس كان حقيقي جدا جدا، ودايما كان واثق في محبه السيد المسيح وواثق في السيد المسيح ذات نفسه. ولكن ده يقول لك ان برغم ايمان بطرس الشديد قوي لكنه ما كانش كامل. طيب نعمل زوم اوت كده على قصه بطرس الرسول اثناء رحلته مع السيد المسيح قبل الصلب، ونستدل على القصه دي لمسلسل ذا تشوزن اللي ممكن تكون فيه حاجات كتير قوي حبكه دراميه، ولكن برضو القصه بتاعته كانت مثيره بشكل كبير قوي. الشخصيه اللي قدمها الممثل شهار ايزاك، وعلى مدار المسلسل بين لنا ان بطرس كان شخصيه معقده جدا جدا. المسلسل بيحكي ان بطرس الرسول ما كانش قديس من اول لحظه، لكنه كان راجل متهور جدا، في نفس الوقت كان عنيد وذكي، لكنه برضو كان ضعيف ويائس. بطرس كان مجرد صياد فقير بيعاني من ضغوط الحياه اليوميه، من ديون وضرائب رومانيه، وكان بيحاول بكل الطرق الممكنه انه يحمي عيلته
ويكسب رزقه. ولكن لو ركزنا شويه هتلاقي ان بطرس كان متردد في الايمان. نشوفه في اول المسلسل كان دايما بيشك وبيجاهد في فهم خطه ربنا، ولكن بينكسر في لحظه دعوه السيد المسيح ليه لما قال له اتبعني. وشخصيه بطرس اتطورت على مدار المسلسل مع مرور الحلقات والمواسم. تلاقيه بقى بدا يعتمد على نفسه بشكل اكبر ويحاول بقدر الامكان يقاوم الضعف. اوقات كتير قوي كان بيحس ان هو ما يستحقش يكون من ضمن المختارين اللي اختارهم السيد المسيح بسبب اخطائه اللي كانت الى حد ما كتيره وبسبب ضعفه في نفس الوقت. ولكن شويه بشويه في المسلسل تلاقي ان شخصيه بطرس برضو كان عليه علامات الغيره مثلا من التلاميذ، واكتر تلميذين كان بيغير منهم بطرس او ما كانش بيحبهم بشكل ما كده في المسلسل يوحنا ومتى. كمان كان عنده مشكله في ان ازاي السيد المسيح بيختار من لا يستحق في رأي بطرس زي متى العشار مثلا. المسلسل صور لنا ان كان في خلاف كبير قوي بين بطرس ومتى في الوقت ده. ولكن برضه في المسلسل برغم كل الصراعات اللي كانت موجودة جوه بطرس، ولكن دايما كان بيلاقي أقرب فرصة يظهر ولاءه التام للسيد المسيح، وانه كان دايما مستعد يقاتل عشانه في اي وقت. لان وقتها المعتقد اليهودي كان بيقول ان السيد المسيح او المسيح او المسيا هو جاي يملك على الارض، هو ملك اليهود الجاي. فهو كان في مخيلتهم وقتها اليهود ان هي تحصل حرب ضد الرومان وهيتحرروا بقى من الحكم الروماني والكلام ده كله. كانش يعرف حته الصلب والفدا. ولا بطرس بيظهر بشكل كبير جدا وقت ما قطع ودان الجندي وقت القبض على السيد المسيح. المسلسل صور لنا ان بطرس من اقوى الشخصيات اللي كانت موجوده من ضمن تلاميذ السيد المسيح، لانك لو جيت ركزت على شخصيه بطرس الرسول جوه المسلسل هتشوف في نفسك بشكل واضح قوي المؤمن المتشكك والمخلص المتردد والقوي الضعيف اللي بيحب بعمق ولكنه اوقات كتير قوي بيبقى خايف. والتناقض الانساني اللي موجود في شخصيه بطرس جوه مسلسل ذا تشوزن هو اللي خلاه من اقرب الشخصيات جوه المسلسل للقلب او للمشاهد. نخرج بقى بره حلقه المسلسل ونتكلم او نرجع نتكلم تاني عن حياه بطرس ونوصل للانكار الثلاثي. في الليله اللي اتسلم فيها المسيح قال بطرس الرسول وبكل ثقه للسيد المسيح لو انكرك الجميع لا انكرك انا، عشان يرد عليه يسوع المسيح بنفس الثقه ويقول له قبل ان يصيح الديك مرتين تكون انكرتني 3 مرات، زي ما اتذكر في انجيل مرقس. وبالفعل بينكر بطرس السيد المسيح 3 مرات قدام الخدام والجواري، وبدأ يلعن ويحلف لا أعرف هذا الرجل. وده طبعا هنلاقيه في مرقس 14:71. ده لو مش واثق فيا عايز تروح تدور يعني. وبعدين مش واثق فيا ايه؟ انت ما عندكش دم والله العظيم. يعني انا تعبان واقف هنا وعمال اتلخبط في الكلام وابدل من ده وده 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 وفي الاخر مش واثق فيا. ماشي يا عم ربنا يسامحك. نرجع لموضوعنا. وبعد ما يصيح الديك مرتين بيفتكر بطرس كلام السيد المسيح ويعمل كده اي كونتاكت سريع مع يسوع المسيح وبيبكي بكاء شديد جدا لانه افتكر ان السيد المسيح رد عليه وقت ما قال له انا لا انكرك، وقال له قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. طيب كفايه دراما ونوصل لبعد القيامه. بعد قيامه السيد المسيح بيظهر يسوع المسيح للتلاميذ اكتر من مره، وفي احد اللقاءات والزهرات بيظهر يسوع المسيح على شاطئ بحر طبريه وبيصحح العلاقه وبيرجع العلاقه بينه وبين بطرس. لما سأل السيد المسيح وقتها بطرس وقال له 3 مرات السؤال ده يا سمعان هل تحبني؟ فيرد عليه سمعان ويقول له أنت تعلم يا رب إنني أحبك، عشان يرد عليه السيد المسيح وقتها ويقول له ارعى خرافي. وفي اللحظة دي يعتبر ده تجديد عهد بين السيد المسيح وبطرس، بيجدد الدعوة عشان يبني بيه الكنيسة ويبقى راعي الكنيسة. وفي اليوم ال50 لما حل الروح القدس زي ما هو مذكور في أعمال الرسل 2 وقف بطرس ووعظ أول وعظة مسيحية في التاريخ. كانت النتيجة إن 3000 شخص أمنوا وتعمدوا وبقوا مسيحيين في نفس اليوم. وبعدها يبدأ بطرس إنه يقود الكنيسة جوه اورشليم، بيشفي المرضى وبيبشر ويقف قدام المضطهدين واليهود بكل شجاعة. ده غير إن كان ليه دور محوري في فيلم إن رسالة موجهة للعالم كله مش اليهود بس، وده نلاقيه في سفر أعمال الرسل 10. وده بيبان أكتر لما بشر قائد 100 كرنيليوس. كمان من الحاجات اللي عملها بطرس هي كتابته للرسالتين بطرس الأولى والثانية في الإنجيل، والاتنين هما من أغنى نصوص العهد الجديد لاهوتيا وروحيا. وكمان سافر للتبشير في مناطق كتير جدا منهم يافا وقيصريا وأنطاكيا، وآخر محطة وصل لها بطرس كانت روما. نرجع بقى للدراما شوية ونوصل لاستشهاد بطرس الرسول في روما، وده بنشوفه في عهد الإمبراطور نيرون اللي في عهده ازداد الاضطهاد المسيحي بشكل كبير جدا، عشان وقتها يلقى القبض على بطرس الرسول
ويتصلب، عشان بعد ما يتحكم عليه بالصلب بيرد عليهم ويقول كده: أنا لست مستحق أن أصلب مثل سيدي، عشان يطلب منهم وقتها إنه يصلب منكس الرأس، مقلوب بمعنى صح. وده تم سنة 64 أو 67 تقريبا يعني. كمان بيعتقد إن قبر بطرس هو موجود أسفل كاتدرائية بطرس الرسول في الفاتيكان. الصورة العامة لشخصية بطرس الرسول هو أكتر اسم مرتبط بالمغفرة والرجوع أكتر من أي تلميذ تاني. كمان هو رمز أساسي للكنيسة الجامعة، وبدليل على إن الإنسان الضعيف يقدر ربنا يستخدمه بقوة كبيرة جدا. كمان بيلاقي احترام كبير جدا في كل الطوائف المسيحية، الأرثوذكسية والكاثوليك والبروتستانتية. فالخلاصة هنا إن بطرس ما كانش مثالي بنسبة 100%، لكنه كان إنسان حقيقي جدا، بيغلط وبيخاف وبينكر، لكن أهم حاجة في كل ده إن هو كان بيرجع تاني، والرجوع ما كانش بس توبة، كان قيامة. وبس كده نكون وصلنا لآخر حلقة بطرس الرسول. جبنا قصته من أول ما اتولد لحد ما اتصلب منكس الرأس، تعبنا معانا والله. فنحب نقول لكم مفيش حد كامل، مفيش حد إيمانه كبير وكامل من بره، عادي كلنا ننكر، عادي كلنا نخاف، ولكن أهم حاجة إنك ترجع لسيد المسيح وتبين ولائك لسيد المسيح زي ما بطرس عمل.